بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح أتكلم عن موضوع العقارات ونزول العقار في السعودية. طبعا نشوف احنا في مواقع التواصل الاجتماعي في الشهور الأخيرة والأيام الأخيرة كثرة الحسابات اللي تغرد بالشيء هذا أو تتكلم بالحاجة هذه 24 ساعة. طبعا الناس هذه تتكلم بالكلام هذا واحدة، يعني ما لها إلا تحليلات معينة. أما أنه إنسان فارغ ما عنده أي يعني شيء يستند عليه وفاضي، وكل ما سمع ناس بيتكلم زيهم مع الخيل يا شقرة ماشي. أو أنه إنسان مرجف يخوف الناس، فاشل طبعا هو من أساسه ويبغى الناس تصير فاشلة زيه. أو أنه إنسان له هدف من الحاجة هذه. طبعا أنتم عارفين يعني أكثر الكسبان في أهل العقارات اللي هي الرؤوس الكبار أو الناس الكبار في السوق اللي شغالين. دائما بيطلعوا إشاعات تنزل العقار وإشاعات بتطلع العقار. لما يجي يبغى يبيعوا بينزلوا يطلعوا إشاعات من العقار راح يرتفع ويبيعوا الناس. لما يجي يبغوا يشتروا بيطلعوا إشاعات من العقار راح ينزل ويروح يشتروا في الحاجة هذه. طبعا يمكن تعرفون أنتم كلكم موضوع الأستاذ الرياض اللي كان في جدة قبل كذا، طلع إشاعة أنه أول شيء في الهجرة وناس اشترت في الهجرة بمئات الألوف للأسف الشديد، وبعدين أعلنوا الأستاذ الرياض شرق الخط السريع في أرض الأمير متعب، ورجع الناس اشتروا في الموقع هذا بأغلى الأسعار، وأخيرا حطوه في جنوب جدة ورجعت الناس اشترت. كان في تصريحات حتى في الجرايد بخصوص الحاجة هذه، أنه تم اتفاق مع الشركة الفلانية وتوقيع العقد من الدولة أو من أمانة جدة على إنشاء الأستاذ الرياض في المكان الفلاني. آخر شيء أنشأوه بشمال مطار جدة في مكان ما حد كان يتوقعه. طبعا الناس اللي اشترت في الأماكن هذه كلها إلى الآن ما زالت متعلقة بالحاجة هذه. فلا يطلعون الناس إشاعات يتكلموا كلام على حاجة ما تستاهل. كل دولة في العالم بتمر بظروف سياسية، ظروف اقتصادية، أي حاجة كانت. طبعا العقار هو الملاذ الآمن للمادة للفلوس، إلا في حال الحروب أو في حال الأزمات السياسية. لأنه رأس المال يعتبر جبان، كما يقول عليه أنه جبان على طول بيهرب من الحاجة هذه، يدخل في المعادن اللي هي الذهب والفضة وغيرها. أهل العقار الآن طبعا هنا عندنا مشكلة في السعودية الآن، مشكلة مع اليمن، في مشكلة في الشرق الأوسط كله ملتهب، مشكلة في العراق، مشكلة في سوريا، مشكلة في تونس، مشكلة في ليبيا. هذه كل مشاكل بتأثر على سوق العقار، هذه حاجة طبيعية. ولكن لو استقرت الأمور هذه راح يرجع العقار أحسن من أول. من مستفيد منها؟ مستفيد الآن جالس يطلع إشاعات بيع العقار، لأنه هو عنده مليارات أو ملايين بيشتري وما عنده مشكلة، بيخليها سنة سنتين ثلاثة أربعة لما يرتفع العقار ويرجع يبيعه. نفس مشكلة أزمة الخليج الأولى اللي صارت، طاح العقار لأدنى مستوياته، وبعد حرب الخليج رجع ارتفع العقار لأعلى مستوياته، وأهل العقار يعرفون الحاجة هذه وفاهمين الحاجة هذه. طبعا كل دولة بتمر بظروف اقتصادية. قبل كذا صارت في أزمة اللي في شرق آسيا اللي هي نمور آسيا في الصين وهونغ كونغ، وهذا كانت بدايتها من تايوان، وانحلت المشكلة هذه، كانت حتصلح أزمة عالمية وانحلت. صار في مشكلة في الكويت قبلها اللي هو سوق المناخ، وتأثر فيه اللي هو سوق الأسهم، انهار سوق الأسهم عندهم انهيار، وسوق العقار انهار عندهم، وهذا هو رجع طبيعي الآن. دبي صار فيها مشكلة قبل كذا عقارية ورجع العقار أحسن من أول. أوروبا صار فيها أزمة اقتصادية أو أزمة مالية قوية جدا أثرت على العالم كله. حتى الأوروبيين، بعض الدول الأوروبية مثل أسبانيا، كانوا بيعلنوا أي واحد يشتري شقة من رخص الشقق عندهم السكنية، بيعلنوا إعلان إنه أي واحد يشتري شقة بيعطوه الجرين كارد اللي هو الإقامة الدائمة في أسبانيا. طبعا الجرين كارد أو الإقامة هذه ما هي سهلة أبدا، واللي طلع أوروبا يعرف إيش معناتها. الفيزا ما هي سهلة تأخذها لأسبانيا، فما بالك إنك تأخذ الجرين كارد اللي هي إقامة دائمة. مجرد إنك عشان تشتري شقة تشجيع لشراء الشقق، لأنه ما في سوق عقاري عندهم. ورجعت الامور الان طبيعيه. روح الان اشتري في اسبانيا شوف كم اسعار الشقق، روح اشتري في شرق اسيا شوف كم الشقق، روح اشتري في الكويت، روح اشتري في دبي. كل الدول هذه مرت فيها ازمات اقتصاديه. طبعا البلد عندنا بمر في ازمه اقتصاديه او تصحيح اقتصادي في بالمعنى الصحيح. طبعا عندنا اجانب الان بيغادرون البلد بعد نظامات الانظمه الجديده اللي صدرت او القرارات الجديده، هذه كلها بتنزل العقار، لانه بتخلى شقق كثيره، بتفضل شقق كثيره. طبعا انتم عارفين يعني كم نسمه او اجنبي في البلد، يمكن فوق 500 الف او مليون نسمه. طبعا انا اتكلم عن العوائل ما اتكلم عن الافراد الشخصيين. طبعا هذه كلها بتاثر العقار، لكن العقار راح يرجع زي ما هو اول. يرجع، انا ما بقول لك انه راح يرجع باسعار عاليه زي اول، انه كان يعني متضخم بشكل غير طبيعي صراحه. راح يرجع العقار لكن يرجع في اسعار عقلانيه. اللي عنده عقار الان حيبيعه ب 100,000، اشتراه ب 500، حيبيع ب 100,000 الان، حيرجع يشتريه ب 600 ب 700. تذكروا كلامي هذا، هذا حسابي موجود وانا اقول الكلمه هذه. اليوم تاريخ اللي هو 25 عفوا اللي هو 29 10 1438. إن شاء الله راح يرجع العقار أحسن وأفضل من أول، ولكن يبغى له صبر العقار لما تنحل الأمور السياسية والأمور الاقتصادية والمشاكل السياسية اللي من حول السعودية في الدول العربية، زي ما قلت لكم اللي هو في سوريا وفي اليمن، وهذه الأمور كلها بتأثر على سوق العقاري تأثير
مباشر، وإن شاء الله راح ترجع الأمور زي ما هي من أول، وراح ترجع أفضل من أول. طبعا مو الآن سوق العقار فقط اللي طايح في السعودية يعني، أو بمعنى صح واقف البيع والشراء فيه. روح الآن سوق السيارات، معارض السيارات ما فيها لا بيع ولا شراء من حوالي سنتين. روح سوق الأغنام نفس الطريقة، ما فيها لا بيع ولا شراء. المحلات التجارية الآن صار عندهم تكدس، أو في البضائع حتى ما في مشتريات زي أول عندها. وأنتم عارفين كل التصحيح اللي صاير في السعودية، يعني مو بس مشكلة العقار، ولكن الناس مركزة على العقار لأنه هو المكسب الذهب اللي راح يكسبوا منه، لأنهم راح يشتروا عقاركم بأرخص أسعار وراح يبيعوها عليكم بأعلى الأسعار. وإن شاء الله راح تتذكرون كلامي هذا في يوم من الأيام. وشكرا لكم.